واحد النهار مشينا للغابة ديال بوسكور، خرجوا لي 3 الدراري، تضربت انا في البطن ديالي، طايحة لي طاح. قصة اليوم ولا قضية اليوم على سفيان ولد مدينة الدار البيضاء من مواليد 1980. سفيان تربى في أسرة مثقفة وواعية. الأب ديالو مهندس والأم ديالو مسؤولة في شركة ديال الأدوية. سفيان عاش ما بين والديه وخوتو، وكان هو الثاني في خوتو. الأب ديالو كان شوية قاصح ومزير على ولادو وداير عليهم قوانين خاصها تطبق في الدار، ولكن لمصلحتهم. كان كيخاف عليهم من غدر الزمان وغدر الناس، وخايف عليهم هاد الدنيا اللي حتى حاجة فيها ما كدوم، وكما فيها الفرحة فيها الهموم. ولكن في نفس الوقت كان حنين عليهم وما منقص عليهم حتى شي خير. يعني هاد الأسلوب ديال باهم كان مأثر عليهم إيجابيا ماشي سلبيا، والحمد لله عاشوا مرتاحين وسعداء. ولكن حتى حاجة ما كدوم، غيجي النهار اللي غيموت فيه خوه الكبير من بعد ما مرض، وهنايا الأسرة تأثرت وتزعزعت وما بقاتش عايشة داك السعادة والتلاحم اللي كان بيناتهم. هذه هي الدنيا، كان لازم يستمروا، وداك الشي اللي كان. سفيان كمل قرايته وكان ولد ظريف وكيقرا مزيان وكيسمع لوالديه وما كيخسرش ليهم، كان مرضي الوالدين. سفيان بعد ما شد الباك ديالو مشى للجامعة ودار شعبة القانون. كان عارف شنو باغي ومخطط لحياته والمستقبله، وعارف مصلحته فين كاينه، وكان ماشي في طريق مستقيمة اللي خلى والديه كانوا مفتخرين به وفرحانين به. المهم سفيان تعرف على واحد البنت معاه في الجامعة، وبدات العلاقة ديالهم بصداقة، وبشوية بشوية تحولت العلاقة حب. بقاو على علاقة حتى السنة الثالثة ديالهم، كانوا مخطين للزواج والاستمرار، وكانت علاقتهم زادت كبرات حتى لواحد النهار المشؤوم. غتقرب الامتحانات وغيقرروا يمشيو لواحد الغابة سميتها غابة بوسكورة باش يبريباريو الامتحانات. كانت ماشي أول مرة غيمشيو لتماك، سبق ليهم ومشاو عدة مرات، وخصوصا داك البلاصة كيكونوا فيها الطلبة بزاف والأجواء كتكون نقية وآمنة. ولكن ماشي كل مرة كتسلم الجرة. هاد المرة ماشي بحال العادة. سفيان مسكين وقع ليه مشكل كبير اللي غير المسار ديالو وديال عائلته وحطمهم بمعنى الكلمة. تعرضوا ليه 3 ديال الرجال ولا أشباه الرجال، وبغاو يتعداو عليه وعلى البنت اللي معاه، وضربوه بالموس للكرش ديالو. طاح في الأرض، وتماك باش يدافع على راسو وعلى البنت اللي معاه هز حجرة كبيرة وضرب بها واحد من داك الأشخاص، جاتو في راسو وطاح مباشرة في الأرض. داك الجوج خافوا وهربوا، وسفيان سخف وما فطن حتى لقى راسو في السبيطار. قالوا ليه من سخفتي واحد الراجل هرب داك البنت وهزك نتايا للسبيطار. ولكن سفيان ما فهم والو، شاف كاين البوليس كيتسناوه يفيق وكلشي مسدود عليه، وعائلته ما كاينينش معاه في البيت وكيتسناوه على برا. وهنايا غيقولوا ليه نتايا متهم بالقتل، الولد اللي ضربتيه بالحجرة مات في البلاصة، ودابا كنتسناو غير الطبيب يسمح ليك بالخروج وغتمشي للحبس. هنايا سفيان تصدم وما عرف باش تبلا، وما تقبلش كلمة الحبس، وما تقبلش هاد النهاية المأساوية للمستقبل ديالو، وغيقرر أنه يهرب من السبيطار. وداك الشي اللي كان هرب سفيان ومشى طلع لواحد السطح ولبس حوايج كانوا منشورين باش يحيد عليه حوايج السبيطار وما يعيق به حتى حد. ومن بعد مشى عند واحد مول الكار وطلب يهزو، ووافق وخداه معاه. ولكن بعد ما شاف سفيان بدا كينزف والدم كيخرج من الجرح ديالو، مول الكار خاف على راسو وطلب منه ينزل. هنايا كانوا وصلوا لنواحي كتامة. سفيان وقف مع شي ناس كيخدموا في الفلاحة، وهو يجي واحد الراجل اللي كياخد الناس يخدموا معاه. دا كل شي من غير سفيان، لحقاش كان ضعيف وقليول وباين فيه المرض وما غيقدرش على الخدمة. ولكن سفيان طلبو وهو رجع وافق وقال ليه
واخا غتخدم معايا غتبقى تاخد وتدي الماكله للخدامه ونعطيك 50 درهم في النهار على ما تبرى. وداك الشي اللي كان. سفيان بقى على داك الحال لمدة 15 يوم، ومن بعد ما برا بدا الخدمة حتى هو في الفلاحة. مسكين من بعد ما كان كيهز غير ستيلو رجع كيهز الفاس. المهم سفيان بقى كيخدم في الفلاحة لمدة 3 شهور. كان كيجمع الفلوس وعنده واحد الفكرة انه يحاول يحرق للخارج، وكان هذا هو الهدف الجديد ديالو من بعد ما فقد كل احلامه وكل اهدافه في الحياة. ولكن ما قدرش يحرق من بعد بزاف ديال المحاولات. وواحد نهار عيط الوالدة ديالو، وهنايا طلبات منه يجي يسلم راسو باش على الاقل يكون عارفينه فين كاين وما يبقاوش مخلوعين عليه. وخصوصا عائلة الولد اللي مات بسبب سفيان كانوا كيتعرضوا لخواتاتو والوالديه وكيتعداو عليهم. هنايا سفيان قرر يرجع للدار البيضاء وبقى مخبع وكيتلاقى الام ديالو اللي كانت كتنكر وتخرج تلاقاه. الام ديالو شدات ليه محامي وكانت كتقول ليه شنو الهضره اللي خاصو يقولها نهار يسلم راسو، وهي ان المحامي نصحو انه ما يجبدش البنت اللي كانت معاه في الغابه، ويقول انه كان بوحدو وتعرضوا ليه 3 ديال الدراري وبغاو يسرقوه، ومين بغى يدافع على راسو ضربوه بالموس. وبطبيعه الحال رد الفعل ديالو كانت طبيعيه، انه يهز حجره ويدافع على راسو، وخصوصا كانت عنده شهاده طبيه اللي كتبين انه كان بصح مضروب بالموس. لحقاش الا ذكر البنت غيقولوا ليه كانوا كيبسوا على البنت اللي معاك وانتيا ما رضيتيش وبغيتي تبان راجل قدامها وضربتيهم. وخصوصا البنت كانت هربات وحتى واحد ما في خبارو انها كانت في وقت الجريمه من غير النصابه اللي هربوا. المهم سفيان مشى وقدم نفسه، وكان هادشي لمصلحته حيت هو اللي سلم نفسه وغيدوز مسكين المحاكمه. ولكن للاسف القاضي ما بغاش يقتنع انه كان كيدافع على نفسه واعتبرها جريمه متعمده وحكم عليه ب20 عام. سفيان استأنف وبدل المحامي وحاولوا يجيبوا شهود جداد، وخصوصا الراجل اللي كان هزو وداه للسبيطار. وداك الشي اللي كان هذا الراجل مشى وشهد معاه انه مظلوم، انه هما اللي تعداو عليه، والقاضي اقتنع اخيرا انه كان كيدافع على نفسه. ولكن وخا هكذاك حكم عليه ب14 عام. سفيان مسكين دوز منها 12 عام وخرج من بعد ما حصل على العفو الملكي. كان كمل قرايته من داخل السجن، ومن بعد ما خرج حاول يندمج في المجتمع من جديد، والحمد لله قدر يخدم ويتزوج ويبني أسرة. ودابا الحمد لله عايش حياة مستقرة، وخا أكيد عمرو ما غينسى شنو داز عليه والعمر اللي ضاع عليه في السجن. ولكن هذه هي الدنيا مرة، وكل واحد كيفاش جاتو الضربة. كاين اللي في الحبوسة تغرقاتو ومن الأحلام ديالو حرماتو، وكاين اللي في قصور كبيرة سكناتو. ولكن أكيد كاين الله اللي ما كينسى حتى شي واحد من مخلوقاتو، والدنيا مكاتيب حتى واحد ما على بالو واش يصرالو. واللي بغى يعيش مرتاح ما يسمعش للناس واش قالوا، واللي متمني في قلبه شي حاجة ان شاء الله ربي يحققها له. السلام عليكم.